كشفت أسرة المبتعث السعودي الوليد الغريبي الذي راح ضحية حادث طعن في أمريكا عدم صحة ما تم تداوله بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أساسا لديه رغبة في بيعه لتنفيذ جريمتها. وبين عم الوليد الغريبي أن تلك الأنباء غير صحيحة، فالجانية تسكن في شقة مقابلة للغريبي. ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة، وقد أعدت العدة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة، وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها. وحينها جهزت المتهمة سكينا وما أن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به وطعنت. وتلقى الوليد طعنات في رقبته، غير أنه رحمه الله حاول النجاة وقاومها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقد باشرت بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده. وحينها تعالت الأصوات ولجأت إحدى الساكنات بالمبنى إلى النزول لاستطلاع الأمر. ووقتها وضعت المتهمة جثة الضحية داخل دورة مياه شقتها وأغلقتها، زاعمة أن تلك الأصوات بسبب كلبها، وأن آثار الدماء على حذائها بسببه، وحاولت خداعها قبل التوجه لشقة الضحية لسرقتها. وبين عم المبتعث لغريبي أن النجارة شكت في ارتباك المتهمة وبحثت في شقة الجانية وارتبت من باب الحمام المغلق، ورغم تركه عدة مرات لم تجد إجابة. وحينها أصرت الجارة على فتح باب الحمام المغلق، وشاهدت جثة المبتعث المغدور داخله وقدمت بلاغا للشرطة على الفور. هكذا تم قتل الوليد الغريبي الذي كان ينقصه مدة واحدة ليتخرج في مجال العلوم والحاسبات ويعود إلى وطنه. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.